الرجوع إلى الدين يتطلب من علماء المسلمين أمرين اثنين عظيمين جدا. أحدهما دراسة الإسلام دراسة صحيحة، لأن بيننا وبين الدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 14 قرنا، وقد دخل فيه ما لم يكن مشروعا في العهد الأول. فإذا لا بد للعلماء من أن يأخذوا الغرابيل وأن يصفوا هذا الإسلام مما فيه من دخيل في العقيدة، في الأحكام، في السلوك، في الأخلاق ونحو ذلك. ثم ثاني تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. فأين الآن هذا الإسلام المصفى عند هذه الجماعات التي تعارض دعوة الحق، بل وتزعم أنها تفرق؟ وأنا أشهد أنها تفرق فعلا بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.